بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من يهمه الشكل، إلى الذي أنفق جل ماله في بناء الشكل ونسي العقل، أقول لهم ويل لأمة رأس مالها ما يخرج من الحقل لا ما يصنعه العقل. أيها الإخوة، يقول بعض الناس أنني أحس بعزلة. لا، أنا موجود في المجال وأعمل في المجال في الفن السعودي منذ بدأ إلى الآن، ولكن الفن الموجود في المملكة وليس ذلك المهاجر. إنما أنا علتي في الرومانسية التي لم يفهمها الجميع. لم يفهم ماذا فعلت الرومانسية فينا في الجاهلية وفي الإسلام، وماذا فعلت أيضا في الأوروبيين في عصور الرومانسية. هذا ما فعلته حروب ثلاثة أكلت الأخضر واليابس في أوروبا، وحينما اعتزلوها في الستينيات سقطنا نحن فيها. هذه الرومانسية التي أتحدث عنها وأكرهها هي الرومانسية التي يتشدق بها المتشدقون في لقاءاتهم التلفزيونية وفي أوديتهم وفي أنديتهم وفي شعرهم وفي قصصهم. يتحدثون بمفردات واهنة رخيصة دموعها منثرة تبكي لأي شيء. قيس أذل ليلى وعبلة هجرت عنترة. يتوهون بمفردات كلهم نصير المرأة، كلهم يريد أن يساوي هذا المرأة. أصبحت مشكلة تلك المرأة لديهم. تجده ستيني سبعيني يتحدث بمفردات تكاد تشم فيها نكهة أنثى خائبة لا أنثى حرة في الحقيقة. هذا الذي يتحدث، هذا الخمسيني الستيني السبعيني يتحدث بمفرداته وقد لون وجهه، زيف عمره، زور نفسه، تشهد من سأته عن أفاق واهن، يبحث عن ذاته في ماضي لذاته. هؤلاء هم الرومانسيون. تجده يتحدث بمفردات تذيب الحجر، ولكن في بيته فصام كامل أيها السادة، كامل. تجده صلدا حجرا جافا كالعنكبوت، واهن، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أيها الإخوة، أنا لا أتحدث عن الرومانسية فقط لأنني لست صاحب إحساس، ولكن الرومانسية التي أؤمن بها ليست التي نمت في معبد الغرائز ذلك الجسد، وإنما الرومانسية تلك العاطفة المتزنة التي بنيت في العقل، قاعدتها يا ابن أمة تلك العاطفة التي أسكتت عن موسى الغضب. هذه هي الرومانسية التي يتمثلها العطاء والتضحية. كالشجرة الشمس تحرق عرشها وتستفاء ظلا وتؤتي بأمر ربها في كل حين ثمرة، وليس لها من ذلك أجر إلا كحظ صاحب موسى من جدار اليتيمين. أيها الإخوة، هذه الرومانسية عجل اتخذناه في الجاهلية، وجرأت ملك فارس أن يطلب بنات النعمان بالحرام، وقد أعدتها وأعيدها. وفي زمننا الحاضر يتجرأ السادات أن يأتي بكيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة، ذلك العجوز اليهودي، ليجعله على أريكة في القاهرة ليتفرج على الرقص الشرقي ويستمتع باللحم الأبيض المتوسط. ذلك العجوز اليهودي صدقوني لقد تلبسته التوراة، ويلتفت إلى السادات بشماته وهو يقول: لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هذه هي الرومانسية، هذا هو شارعها النتن. إخوتي، كنت معهم يوما في محطة القطار حيث الجموع تستفيق والمحابر والأقلام والضجيج والصدى. قهوتي معي، أسبح في المدار أقرأ في كتاب. تأخر القطار والثريا بعيدة المدى. غريب في المحطة، جلبابه ينساب من غسق الجمال كالمداد، كشمعة مضيئة زنبقة تقطر الندى.
قرأته في قهوتي لم يلقي قلمه، لم ألقي قلمي والكل ألقى قلمه، يريد أن يوقظها جميلة الجمال حادية الحدى. أصيح بالجموع من يجرؤ أن يوقظها، فاتنتي ناعسة تحت غرابيب الدثر، كل القرى القديمة والملوك الصيد حتى القرابين قد ضاعت سدى. ضجيج بالمحطة أين الغريب؟ دعوا الغريب. طوفان بالمحطة أين الغريب؟ دعوا الغريب. ركب البراق ضاقت بهم سبل الهدى، طافت بي الجموع والأقلام والأنياب تريد أن تقتلني، وما أنا بباسط لهم يدا. أهيب بالغريب علوي الملا، كريم ذلك الغريب، مريح ذلك البراق، لكن معراج الثريا الردى، لكن معراج الثريا الردى، لكن معراج الثريا الردى.